السلام عليكم، كيف احوالكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نقول مرحبا بالناس الجداد اللي تابعوا القناه ديالي. كنتمنى نكون في حسن الظن ديالكم ويعجبكم المحتوى. وغادي نقول شكرا بزاف للمتتبعين ديالي الاوفياء اللي كيشاهدوا كل فيديو. كنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم. اليوم غادي نشارك معكم التنظيم والترتيب ديال الغرفه ديال بنتي. واخا مؤخرا راه ولات باغا تبدل الديكور ديال البيت، خصوصا اللون الغوز. كتعرفوا البنيتات ملي كيخرجوا من الفتره ديال الطفوله الفتره ديال الشباب والمراهقه كيبغوا يبدلوا. سبحان الله، كل سن كيكون عنده واحد الرغبات، كل سن كيكون عنده واحد الميول. فهاد الفتره هادي ولات كتقول لنا بغيت نبدل هكا، خصوصا هكا اللعاب ولي نونوكس ديالها ما بقاتش بغات تشوفهم عندها في البيت. فبدينا كنفكروا غادي يكون شي تغيير ان شاء الله في الفيديوهات المجايين. شنو ما كان التغيير غادي نشاركو معكم اكيد. واحسن حاجه كنبغي نسمع ليها وانا كنجمع في الدار ولا كنظم في واحد الركن في البيت، كيعجبني نطلق سوره البقره. كتحسي واحد الطاقه ايجابيه، واحد الراحه زوينه وخير ونيس اللي غادي تونسي معاه وانتي كتقضي في الاشغال ديال البيت ديالك. كيف كتعرفوا ضروري الافريشه ديال غرف النوم كنبدلهم كل 15 يوم. الا تعطلت على 20 يوم ضروري خصهم يتصبنوا يتبدلوا عاوتاني حتى في المنظر كترتاحي. وضروري من نقا كتعرفوا اي حاجه هكا ديال اللي كتستعمليها بشكل يومي خصك تبدليها بشكل اسبوعي. خصوصا المخدات اللي كنعسوا عليهم، فمره في الاسبوع كنحيدوا الغشا ديالها وكنخليوها كتشمس وكتهوى مزيان. كنبدلوا الغشا، كنصبنوا الاولاني، نقدروا نعاودوا نردوه هو نيس، او لا كانوا عندنا هكا البديل نبدلو يكون احسن. مهم ضروري من الشمس، ضروري من التهويه، وضروري من التبدال ديال الافريشه ديال الفراش مره على الاقل في 15 يوم. والبلاكارات شي حاجه اللي ضروريه ومؤكده، حتى هما مره هكا في الاسبوع او لا مره في 15 يوم على حساب. كنقادوهم وننظموهم ونردو كل حاجه بليصه. الحيله اللي كنظف بها هذا الخشب هذا اللي كيكون بالام دي اف ولا اللي كيكون مصبوغ بهذا النوع ديال الصباغه اللي كتكون بيضاء، هما لانجات الصراحه كينظفوا بواحد الشكل اللي زوين بزاف. كتعرفوا هاد ليطاجير اللي كنستفوا فيها هكا لي برودوي ديالنا، خصوصا مع الزيت. ضروري هكا كيطبعوا، ضروري كيتكرفسوا. فصراحه كتنفعني معاهم غير لانجات. كنمسح المره الاولى بهكا بواحد المنيد اللي يكون ناشف، ومن بعد كندوز بلانجات. الغرفه ديال بنتي خديناها تقريبا هذه شي 4 سنين اولا 5 سنين، صراحه ما عقلتش بالضبط شحال. خديناها من ايكيا. صراحه ليطا ديالها باقا عندنا مزيانه. ما تخسراتش لينا، ما تفرتاتش، ما تنفخاتش. باقا هي. ولكن كانوا دي زاستوس اللي نفعوني فيها. منهم الحيله اللي قلت لكم ديال لانجات، باش هكا ما كنقربش الماء بصفه نهائيه لهذا النوع ديال الخشب. ثاني حاجه هي ما كنبقاش نحركها بواحد الشكل اللي يومي من بلاصه لبلاصه. كتعرفوا هذا النوع ديال الخشب الا بقيتو كتحركوه بزاف من بلاصتو، خصوصا الا ما عرفتوش الطريقه الصحيحه ديال التحراك ديالو، فكتخرجوا عليه كيبقى يتفك من بلاصتو، كيبدا يتفتت. كيبدا يخسر. الوقيته اللي خصني نخمم البيت التخميله الكبيره كيف كنقولوا، يعني ضروري خصني نحيد البيرو من بلاصتو ولا الطربه ولا البلاكار. كنبقى نكحز حاجه بحاجه بشويه بشويه من قنيصه لقنيصه. ما كنحاولش نضربو مع بعضياتهم باش هكا ما يتقشروش ليا. كنحيد البيرو مثلا هو الاول ونمسح تحت منه ونعاود نردو لبلاصتو، نحيد البلاكار. المهم غير بشويه بشويه، ما كنزعزعوش بالجهد حتى ديك التزازيعه راه تقدر تفكوا على بعضياتهم، اولا ضروري خصو يعاوني فيه الزوج ديالي. اما الباركي فعمرني ما درت ليه الماء. ما كنجففش هذيك التجفيفه الكبيره المغربيه اللي كنسيقوا هكا كنطلقوا الماء ونبقاو نشيسو بالشطابه. لا، كناخذ غير جفاف اعزكم الله اللي كنكون معصراه مزيان، وكندير البرودوي ديال الباركي اللي ديما كنشاركو معكم. الصراحه هذا هو اللي كينظف ليا الباركي بواحد الشكل اللي زوين وكيخلي واحد اللمعه فيه.
واكيد ضروري من بعد ما كنظفوا واحد البلاصه كنطلقوا شي شويه ديال البخور. هاد المره هادي درت شويه ديال الشيح وشويه ديال الخزامه باش هكا حتى لا كانت شي حاجه ديال الغموله، واخا انا ما عنديش الغموله بتاتا، غير هكا مره كنبغي ندير شي شويه ديال الخزامه والشيح، خصوصا في الايام اللي كيكون هكا البارد الحال ولا في الايام ديال الشتاء، باش هكا تحيد البروده وفي نفس الوقت الا كان شي مرض تحيد الريحه ديالو. اليوم غادي نوجد البسبوسه، وقلت نشارك معكم الطريقه ديالها، خصوصا متتبعه جديده كانت بغات الوصفه ديالها وقلت نشاركها معها ومعكم باش هكا اللي مهتم بهاد الوصفات يلقاها. البسبوسه صراحه كتجي لذيذه بزاف، كتجي مسقيه مزيان، ما كتجيش ناشفه، مقاديرها وطريقتها بسيطه بزاف. كيف كتشوفوا المقادير ديالها هما هادو. اول حاجه غادي نبداو بها هي البيض، غادي ناخذ جوج بيضات بحراره المطبخ اللي غادي نطلبوهم مع قبيصه ديال الملحه. غنضيفو معاها سكر فانيلا، يمكن لكم تنسموها حتى بالبشور ديال الحامض اولا بشور ديال الليمون، النكهه اللي كتعجبكم. غنضيفو معاها كاس الا ربع ديال السكر سنيده وحنا كنطلبو في نفس الوقت، وكاس الا ربع ديال الزيت. من بعد غادي ناخذ كاس ديال الحليب، القياس كله بالكاس ديال العنبه، وغادي نضيفو ياغورت باي نكهه كتعجبكم. انا هنايا خديت النكهه ديال الفريز هو اللي كان متوفر عندي، وغادي نضيف معهم جوج معلقات كبار ديال الكوك. كيف كتلاحظوا اي حاجه كنضيفها كنعاود نطربها مع باقي المكونات. وغادي نضيف جوج كيسان ونص ديال العنبه ديال السميده، وغادي نضيف معها 16 غرام ديال الخميره ديال الحلوى، وغادي نطرب المكونات مع بعضياتهم. كيف كتلاحظوا راه غير بالطراب اليدوي حتى غادي يتجانسوا مع بعضياتهم. وغادي ناخذ واحد المول اللي غادي نكون دهناه بشويه ديال الزبده، وغادي نرش عليه شويه ديال الكوك اولا السميده اللي بغيتو. بالنسبه للفران غادي نكون شاعله عليه على 180 درجه من قبل. المره الاولى غادي نشعل على البسبوسه غير من التحت حتى تنفخ وطيب، عاد غادي نشعل عليها من الفوق تقريبا واحد 5 ديال الدقائق غير باش يتحمر ليها الوجه ديالها الفوقاني. ومباشره بعد ما كنخرجها من الفران كتكون باقا سخونه، كنكونوا ديجا وجدنا واحد السيرو العادي اللي كنحضروا، كيكون فيه جوج كيسان ديال الماء مع كاس ديال السكر سنيده، كنسمو بواحد القطعه صغيره ديال الحامض، كنخليه يغلي مزيان وكنخليه يبرد. كيبرد تماما 100% باش هكا غير كنخرج البسبوسه ديالي من الفران كتكون سخونه، كنخوي عليها هذاك السيرو باش كيتشربها مزيان، وكنزينها بشويه ديال الكوك، وكتجي على هذا الشكل هذا. صدقوني كتجي هشيشه وكتجي شاربه السيرو مزيان، ما كتجيش ناشفه وكتجي لذيذه بزاف. وكيف لاحظتوا راه مكوناتها بسيطه وما كتاخذش بزاف ديال الوقت. هذه كتعجبني الصراحه نفطر بها هكا الصباح حيت كتكون خفيفه، وحتى هكا لا حرتي شنو ديري في الكوته ديال العشيه فدغيا كتحضريها. هنا بغيت نشارك معكم المشتريات اللي خديت من ايفغوشي. خديت هذا الكوماج هذا صراحه اللي كيعجبني بزاف، راه ديما كتشوفوه عندي جوج، عندي هذا ديال ايفغوشي وعندي ديال اوسورين. ملي كيتقادا واحد كنرجع ناخذ ماركه ثانيه غير باش كنبدل باش هكا البشره ديالي ما تولفش على روتين واحد. وخديت هذا الكريم ادغاتون اللي صراحه حتى هو زوين بزاف، دغيا كتشربوا البشره ما كيبقاش هكا كيتلصق. في ايفغوشي لقيتهم دايرين واحد البروموسيون ملي كتوصلي ل 250 درهم ديال لي زاشا
يعطيوك هاد لاطروس صراحه زوينه بزاف، عجباتني هكا صغيوره. عجبني اللون ديالها اكثر هكا في هاد الزريرق هذا اللي كيعجبني بزاف. كنت دخلت لإيفغوشي، كنت مشيت غير على باش ناخذ واحد الكادو لواحد الانسان عزيز علينا بزاف. خديت له واحد الكادو، دايرين دي باك زوينين في إيفغوشي بالنسبه هكا الا كان عندكم شي مناسبه ولا شي حاجه. عندهم افكار اللي زوينه، كيف كتعرفوا المنتجات ديال إيفغوشي راه زوينه بزاف للبشره وكيكونوا فيها مكونات اللي قريبه للبيئه. وهنا كنت صافي كملت لي طاش ديال هذا النهار. اكيد غادي نصايب واحد تيزان، صايبته عاوتاني باللويزه باش هكا غادي نعطي لراسي واحد الساعه اللي غادي نجلس فيها مع راسي، ندير فيها الروتين ديال البشره ديالي الليلي، نقدر نكتب دي نوت، نقدر نتفرج، المهم سويعه كنحس براسي ديالي، كندير فيها اي حاجه كتعجبني. وبهكا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. غادي نخليكم في امان الله الى الفيديو الماجي ان شاء الله، وشكرا لكم بزاف.